سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نقول لكم جمعه مباركه. كما تشوفوا معايا اليوم جيتكم بوصفه تاع مالح، كثرت لكم بزاف من الحلويات. اليوم جبت لكم هاد الفطائر اللي بزاف بنان وخفاف. هاد الوصفه دائما يطلبها مني زوج تاعي، ربي يحفظه لي ان شاء الله. قلت نشاركها معكم خاصه الا عندكم ولاد ما ياكلوش الخضره. صدقوني هاد الوصفه راح تعجبكم بزاف، وما يعرفوش ولادكم لا كان فيها خضره وراح توليو تعتمدوها. كما تشوفوا في الشكل تاعهم ديجا راهو يشهي. نبداو مع بعضنا في المقادير وفي طريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. هنا كما تشوفوا معايا عندي 500 غرام تاع الفرينة، ما يعادل 3 كيسان اللي يرفدوا 240 مليلتر. نزيد معاهم نص مغرف كبيرة تاع خميرة فورية، مغرف كبيرة تاع السكر، 2 ملاعق كبار تاع حليب بودرة ولا لحظة، اللي ما عندهاش من بعد تعوضها بالحليب كي تجمع الخليط. عندي هنايا نص كاس تاع الزيت كيف اللي يرفد 240 مليلتر. نزيد معاهم مغرفة كبيرة تاع الخل، خل ابيض كيف تقدروا ديروا الاحمر. عندي ملعقة صغيرة تاع الملح. نخلط المقادير كامل مع بعض بهذه الطريقة. قلت لكم اللي ما عندهاش الحليب بودرة تقدر تجمع هنايا الخليط بالحليب ولا تخلط حليب وما. انا هنايا عندي ما دافي. راح نجمع العجين تاعي كما راكم تشوفوا. نبقى نضيف في الماء غير بشويه حتى يتجمع لي العجين بهذه الطريقه. هنا بعد ما جمعت لي العجينه تاعي راح نجي نحطها فوق سطح العمل وندلكها مده دقيقتين حتى تتملس لي. ما تاخذش منكم وقت بزاف، دقيقتين تكون كافيه. هنا العجينه سي بون كملت عجنتها، شوفوا كيفاش راهي ملسه. راح نعاود نحطها في الغيسيبيون ونغطي عليها ونخليها حتى ترتاح، ونمروا مباشره للحشوه تاعنا. هنايا في مقله حطيت شويه تاع الزيت، نحط فيها 2 حبات تاع بصل يكونوا متوسطين الحجم، قطعتهم كما راكم تشوفوا. راح ندبل شويه البصله. بعد ما دبلت راح نجي نضيف لها حبه تاع فلفل قطعتها قطع صغيره كيف ونزيد نضيف عليها 2 حبات تاع الجزر اللي كنت رابيتهم في رقيقه. 2 حبات يكونوا لاباس بهم. نخلط المقادير مع بعض. نجي نضيف عليهم كميه من الفلفل الاسود ما يعادل ربع ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره تاع كركم، نصف ملعقه صغيره تاع زنجبيل مطحون ولا سكنجبير، ملعقه صغيره تاع الملح. نخلط كامل المقادير مع بعض، نغطي عليهم وخطره على خطره نجي نحرك الحشوه تاعي كما راكم تشوفوا. هنا سي بون راهي طابت تبالت كامل. راح نجي نضيف عليها علبه تاع ياغورت طبيعي، تقدروا تعوضوها بالكريم فريش كيما تقدروا تستغناو عليها. نحركها نخليها حتى تنشف كامل هذيك العلبه تاع الياغورت. وهنايا سي بون الحشو تاعي طاب، راح نطفي عليه ونخليه حتى يبرد. نوليو هنايا للعجينه تاعي اللي بعد ما ريحت على الاقل نص ساعه. شوفوا معايا العجينه ولات طريه. راح نشكلها حربوش ونجيب كوبات نقطعها ولا سكين كيما تحبوا بهذه الطريقه. وهنايا نجي نشكلها دي بول، نكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كامل. نجيو هنايا لطريقه العمل تاعنا. جبت لابول تاع العجين، نبسطها شويه بيدي، نفتحها بهذه الطريقه. ونجيب هنايا جبن ساندويتش. اللي ما عندهاش هذا الجبن تقدر تحط كميه من الحشو وتحط فيه الجبن طري عادي كما تقدروا تستغنوا عليه. كما تلاحظوا حطيت قسم ملعقه كبيره تاع الحشو. وشوفوا معايا هنايا الطريقه راح نجي نبدا نلمها ونضغط عليها غير بشويه. شوفوا معايا هنايا راح نشكلها رزمه، لازمكم تضغطوا بهذه الطريقه حتى نكملها كامل. هنايا بعد ما شكلتها رزمه كما راكم تشوفون لازم تحاولوا تضغطوها مليح باش تتاكدوا باللي تغلقت معاكم. هنايا راح نقلبها ونزيد نبسطها شويه، حاذروا عليها باش ما تقطع لكمش العجينه. هاوليكم. وهنايا تعمدت نخلي لكم هذا المقطع، قلبوها الا شتوها تحلت غير بصبعكم راح تخيطوها كما راكم تشوفوا فيها.
فوالا بهذا الشكل. نمروا الآن كيما تشوفوا راح نجيو نطيبوهم. جبت مقلة اللي ما تلصقش، حطيت فيها كمية من المارغرين، تقدروا هنايا تعوضوها بالزيت. بعد ما تسخن لي المقلة راح نجي نحط الخبيزة تاعي ولا الفطائر تاعي، نحطها على الجهة اللي غلقنا عليها، نحطوها هي من التحت، نضغطوا عليها شوية هكا بيدينا كيما راكم تلاحظوا، نحركوها خطرة على خطرة ونقلبوها ونبقاو نقلبوا فيها حتى نطيبوها وتحمر من الجهتين كيما راكم تشوفوا. دوك تشوفوا معايا اللون اللي، شوفوا اللون اللي اكتسباتو. فوالا هنايا راهي طابت. راح نكمل تاني، نحط كمية من المارغرين ولا من الزيت، نحط الفطائر تاعي، نضغط عليهم شوية ونحرك خطرة على خطرة ونبقى نقلب فيهم، وخاصة نضغطوا عليهم في الوسط باش يطيبوا. هنايا راهم طابوا. ان شاء الله تكون هاد الوصفه نالت اعجابكم. كما راكم تشوفوا في الفطائر تاعنا بعد ما طيبناهم جاو بزاف بنان وخفاف، ننصحكم بهم. كما شفتوها معايا طريقه سهله وما تاخذش بزاف الوقت، وانا متاكده بلي راح تعجبكم خاصه وليداتكم. فرحوهم بهاد الفطائر. عليكم شوفوا الفطاير تاعنا راه مقطنين بنان يشهي، وان شاء الله شهيتكم في الجنه. قبل ما نكمل الفيديو تاع نهار اليوم نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا لي في القناه باش هكا تكبر لمتنا. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، وتلقاو في وصفه قريبه ان شاء الله. مع السلامه.